الصابلي هذا لازم تجربوه، وصفة ناجحة 100%. ديروه للعيد ورجعوا لي بالخبر يجي يذوب في الفم. في ان ريسيبيون ولا في قصعة نديرو 250 غرام زبدة بدرجة حرارة المطبخ، كاس سكر، رشة ملح، وزوج مغارف صغار تاع الفانيلا. الكاس تاع السكر تقريبا 200 غرام سكر، سكر كلاص. نذوبوا الزبده تاعنا مع السكر كلاص مليح مليح بالكف تاع اليد حتى تولي بهذا الشكل، تولي على شكل كريمه. نضيفوا كاس الا ربع تاع الزيت، زيت النباتي، ونزيدوا نخلطوا كل شيء بالكف تاع اليد حتى تولي كريميه. نضيفوا حبه بيض وصفار بيضه، ونزيدوا نخلطوا مليح مليح. يعني السر هو كل ما تضيفوا مكون تخلطوا مليح مليح بالكف تاع اليد حتى تتحصلوا على كريمه. هنا ضفت ملعقه كبيره ونص تاع النشا ولا المايزينا، ونزيد نخلط مليح مليح، ونبدا نضيف الفرينه تدريجيا. هنا الفرينه تاعي مغربله، ويعني ما تعجنوش الصابلي، خلطوا غير بالاصابع تاع اليد. نبقى نضيف في الفرينه تدريجيا، ونضيف 2 ملاعق صغار تاع خميره الحلوى، الخميره الكيميائيه، ونبقى نلم في العجينه تاعي حتى نتحصلوا على عجينه طريه. انا هنا قسمتها على 2، الجزء منها حطيت له مغرف كبيره تاع الكاكاو. الكاكاو هنا المر ذو نوعيه جيده باش نتحصل على العجينه يعني بذوق الشوكولا. هنا شكلت كل الصابلي تاعي باشكال مختلفه، دائري وعلى شكل هلال، شكل الورده وشكل القلب، وطيبتهم على درجه حراره 150 درجه مئويه في فرن كهربائي بالمروحه، يعني لمده 12 دقيقه حتى نتحمروا لي ليجيرمون من التحت. هنا راني نزين في اللي صابلي هذا، درته بالشكل التقليدي تاع كونفيتور تاع المشماش، وزينته بالسكر غلاس، وزدت عاودت يعني زينت الاخرين. درت كريمه تاع الكراميل اللي هي يعني 125 غرام زبده مع 2 ملاعق كبار تاع السكر غلاس. خلطتهم مليح مليح بالباتور مده 10 دقائق، وزدت لهم 2 مغارف كبار تاع نيستلي كراميل. تحصلت على هذه الكريمه. هذه الكريمه هي اللي راح نحشي بها لي صابلي اللي بقاولي. نحشيهم كامل، يعني كامل الاشكال، يعني كل شكل وراح نزينه بطريقه مختلفه. يعني هنا انا نكمل نحشي لي صابلي تاعي كامل بهذيك الكريمه باش نسهل على روحي الخدمه، ونروحوا للتزيين اللي هو راح نزينه الهلال، نزينوه باللوز والجوز كونكاسي، والقلب والشكل الدائري هذاك راح نزينوه بالشوكولا وبالبندق وبالجوز. واللي صابلي تاعنا راهم واجدين كيما راكم تشوفوا، جاو يشهيو، والحبه بقات كيما راها، يعني ما تغيرش الشكل تاعها كي طيبناها. شهيتكم في الجنه. ننصحكم تجربوا الوصفة، وصفة ناجحة 100% للعيد. إن شاء الله تعيدوا بالصحة والهنا، ونتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله.